تعالوا اكشف لكم بعض التاكتكس اللي بيعتمد عليها مارسيل كولر. هنا في اهم ماتش في نهائي افريقيا، بص حسين الشحات بيضم للقلب يسحب معاه المدافع، وامام عاشور هو اللي بيهرب للطرف بعد ما حسين الشحات فضاه للطرف خالص ويروح واحد على واحد. هنا بتتكرر تاني، امام عاشور بيعمل سكان ويبص على حسين الشحات، بص على حسين الشحات اللي جاي من تحت ده بقى، بص سحب معاه الباك وفضى الطرف اليمين لامام عاشور، بتتلعب له الكوره وبيروح واحد لواحد وبيستفرد على المدافع لوحده. هتقولي بتتعمل في افريقيا بس، هقولك لا، وفي الدوري كمان. ركز معايا في اللقطه دي، هنا الكوره بتطلع من الدفاع، ركز معايا على الاتنين دول، ده امام عاشور وحسين الشحات. بص حسين الشحات نزل لفين، وامام عاشور بيهرب على الطرف لوحده في المساحه اللي فضاها له حسين الشحات، والكوره بتتلعب برضه وبتوصل امام عاشور. هنا المدربين فهموا، بدأوا يقفلوا الأطراف يلعبوا خمسة في الدفاع. بص هنا على اللقطة دي، فاكرين اللقطة دي؟ ده هدف كهربا في الزمالك، بس اسيست مين؟ اسيست حمدي فتحي. انا بقى تقفل لي الاطراف، هرجع لك على قديمه، اللي على قديمه الله يديمه. ركز كده، هنا بيستوحي الفكره تاني، ولكن مع مين؟ مع اكرم توفيق. بص هنا اكرم توفيق دايما بيروح في المساحه الفاضيه ويهرب من ورا ظهر المدافعين. ركز هنا تاني، اكرم توفيق بيبص على المساحه وبيروح، ولكن هنا الكوره ما بتتلعبلوش. وبرضه لتالت مرة ركز كده برضه في نفس الكورة، أكرم توفيق بيبص على المساحة الفاضية ويبدأ يتحرك فيها واحدة 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 واحدة، ولكن لعيبة النادي الأهلي بتتأخر في إن هي تديله الكورة. هتمسك لي إمام عاشور مان تو مان وهتقفل لي الأطراف، هنزل لك إمام يلعب على الدايرة ويلعب كور طولية وهجيب برضه أهداف منها، وهخلي إمام يلعب بوشه للمرمى. هتقفل لي الأطراف وهتقفل لي العمق وهتعمل لي وتمسك لي إمام مان تو مان، ههريك تسديدات، هخلي كل لعيب في الملعب يسدد ما لا يقل عن تسديدتين على الأقل. رامي ربيعة يسدد، إمام عاشور يسدد، بيمينه ماشي بشماله ماشي، وهنا برضه هجيب منها أهداف. نيجي بقى لمرحلة البناء والخروج بالكورة. بص النادي الأهلي بيعتمد على مين في الخروج بالكورة؟ بيعتمد على إمام عاشور، اللي جاي من تحت ده إمام عاشور. بص هنا هو اللي نازل يستلم، ولكن بيتعمل معاه فاول. هتبص برضو الكورة بتتكرر لتاني مرة، بص هنا اللي نازل يستلم برضو في حالة ضغط على المدافعين. اللي نازل يستلم مين؟ هو إمام عاشور برضو اللي نازل يستلم، ولكن بيلعب الكورة غلط. برضو بص هنا برضو في مرحلة الخروج بالكورة، الكورة بتروح على الباك الشمال ويبدأ يتحرك نص الملعب اللي هو رقم 8 اللي هو إمام عاشور، يبدأ يتحرك على الطرف والوينج هو اللي ينزل للقلب، ولكن هي بتتلعب لرقم 6 اللي هو أكرم توفيق. وبص هنا على إمام عاشور راح فين، الكورة بتروح له برضو. دي مرحلة البناء. أما مرحلة التحول من الدفاع للهجوم، الأهلي بيعتمد على الكور الطولية المرسلة من الخلف للأمام على طرف من الأطراف أو في ظهر المدافعين. هنا بتتكرر تاني برضو مع عمر كمال. وهنا لتالت مرة برضو الكرة بتتقطع، والأهلي بيعتمد على التحول الهجومي من الكور المرسلة من خلف الأمام في ظهر المدافعين أو على طرف من الأطراف.